شايفين الجور الازاز ده؟ هنعمل بيه النهارده جور للشمع مكرمية سهل وبسيط جدا، وهتعمليه من قصاقيس او بواقي الخيط. جبت خيط المكرمية ده سمكه بيكون 2.5، وبدأت ان انا اثبته بالطول على الجور، بسيب اللي هو نص سنتي عشان تبقى المسافات ضيقة عشان شكلها يبقى احلى. خلصتها كلها وبعد كده جبت نفس الخيط وهبدأ الفه على الجزء اللي فوق في الجور. هعمل 3 صفوف كده تحت بعض، وزي ما قلت لكم نقدر نستخدم قصاقيس الخيط، يعني مش شرط ان انت تجيبي خيط سليم، هي حلوة قوي للقصاقيس. وهنا بقى جاهز معايا، هبدأ بقى اللي هو اسيب برضو نص سنتي تاني وابدأ اثبت بقى بالعرض. الجار ده على فكرة ترندي جدا وبيتباع في البراندات الكبيرة وسعره غالي، انت تقدري تعمليه بنفسك وبجد مش هيكلفك اي حاجة خالص. وتقدري كمان تستبدلي الجار الازاز ده لو مش موجود عندك بالبطرمانات. خلصت اول صف وبعد كده بعمل تاني صف، ويفضل ان احنا المسافات زي ما قلت لكم تكون ضيقه عشان شكله يبقى حلو. المسافات لو واسعه شكله مش هيبقى حلو زي لو هي ضيقه. وهنا كان جاهز معايا، شايفين شكله حلو قد ايه، ونقدر نعمله باي لون. شكله بقى يبقى حلو قوي على الترابيزه بتاعه الليفنج او كمان على الترابيزه بتاعه السفره، نقدر نعمل بيه تنسيقات كتيره. والاضاءه كمان بتاعته حلوه، استخدمت الشمع الالكتروني وممكن كمان نستخدم البيبي لايت، بس الشمع الالكتروني هيكون افضل. ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم.